من القامشلي تنضم إلينا ناز السيد مراسلة الغد. ناز، يعني بداية كل التعازي لأهالي الشمال السوري على هذا المصاب. أين يذهب من هدمت منازلهم وبيوتهم؟ هل باتت الخيام ومراكز الإيواء جاهزة لاستقبال المنكوبين؟ نعم يارا، دعيني أبدأ معك في المناطق الأكثر تضررا جراء الزلزال الذي ضرب كامل المناطق السورية. طبعا إلى الآن لا تزال نداءات السوريين في تلك المناطق، في حلب، إدلب، أعزاز، عفرين، جنديرس، هذه المناطق نداءاتهم بلا جدوى، لا أحد يسمع صوت السوريين إلى الآن. يعني كما نلاحظ وكما نشاهد جميع العالم يقومون بتقديم المساعدات والدعم ويتوجهون إلى تركيا إلى الآن. منذ قليل وصلني فيديوهات، صراحة فيديوهات لا تحتمل، يعني هي فيديوهات قاسية جدا، لا يمكننا مشاهدة هذه الفيديوهات. بالفعل السوريون أثناء اتصالهم بأن هل بالفعل أصبح الدم السوري مباح، خاصة لا أحد إلى الآن قدم يد المساعدة منذ فجر اليوم إلى العالم، ولكن للأسف الشديد دون جدوى. تلك المناطق الآن هناك المئات، قد يمكننا القول بل يكون هناك الآلاف من المدنيين الذين لا يزالون تحت الأنقاض. فرق الإنقاذ والدفاع المدني فقط هم من يحاولون إخراج أو إنقاذ ما يمكن إنقاذه من السوريون الذين لا يزالون تحت الأنقاض. يعني هناك العديد من الأطفال فقدوا حياتهم، كانوا عالقون على جدران المنازل المدمرة بشكل كامل. يعني الوضع مأساوي وكارثي جدا في تلك المناطق، الإمكانيات ضعيفة جدا. في حال إن لم يكن هناك دعم دولي سريع، قد نشهد وقد نكون أمام كارثة إنسانية حقيقية في تلك ناز، المناطق. أقدر مشاعرك يعني ونتعاطف معك ومع كل المنكوبين، سواء كانوا في سوريا، في تركيا، في أي مكان من العالم. ونناشد عبر قناة الغد أيضا الجميع للتحرك لإنقاذ كل المنكوبين ونجدة الشمال السوري.